الحديث عن التسامح. وضيفنا النهارده في صباح القاهره كابتن عماد غنيم، لايف كوتش واستشاري الصحه النفسيه والعلاقات. كابتن عماد نورتينا. صباح الخير عليك، الفل. مبسوط اني معاك ويوم جميل، وجميل ان احنا نبتدي اليوم بالتسامح. بالتسامح، ده قيمه التسامح العظيم جدا. صحيح. وين تاثير التسامح على السلام النفسي والصحه جدا، النفسيه حاجات كتير. فنبدا من هنا. وهاخد من الكلمه اللي انت قلتها في الانترو، ان هي موطن قوه مش ضعف خالص. صحيح. الناس كتير من الناس بيعتقدوا انها ضعف، ولكن خالص بالعكس. حتى في رساله دي مشكله وتربيه كبيره. بالظبط. حتى في يعني رساله وتربيه اللي هي جميله قوي، ان انت لازم تقدم السماحه للناس، تسامح الناس، تعفو وتحسن للناس. دي حاجه جميله جدا، لانها بيكون ليها مردود على حياتنا الفرديه وعلى حياتنا في الاخر كمجتمع كمان. كلام جميل. طب ده جزء يعني التسامح بشكل عام، لكن التسامح وتاثيره على الصحه النفسيه للانسان او الفرد المواطن. بص، التسامح زي ما قلنا انه شيء مهم جدا في حياتنا، خاصه الايام دي، لان التحديات زادت، العلاقات ما بقتش احسن حاجه، الاخلاق شويه محتاجه انها الناس تبص لنفسها. فبالتالي محتاجين ده، لان لكل فعل رد فعل، والاثنين هما الحقيقه اكستريمز، يعني الاثنين عكس بعض. ان الواحد يكون متسامح عكسها ان الواحد يكون اخلاقه صعبه عصبي وتنشن بالظبط، وحياته صعبه، وعايز يبقى فيه صقر، وعايز ينتقم من الطرف الثاني، وعايز ياخد حقه. فما عندوش ثقه في نفسه، ما عندوش ثقه في ربنا، ما عندوش ثقه في ان ربنا هو اللي خلاني، هو اللي هيجيب لي حقي، والحقوق ما بتضيعش، الحقوق موجوده ولكن احنا عايشين. ولكن عايز اوصل رساله جميله قوي للناس، ان في فرق. مع زي مقاطعه يا استاذ كابتن عماد، يعني في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعه، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. عند الغضب، صحيح. والرساله الثانيه كمان، ادفع بالتي هي احسن. كل دي رسائل الهيه وتربيه. عداوه ولي حميم بالظبط. فاذا وتحول العكس تماما. بالظبط، عظمه بالظبط والله. يعني فاذا التوعيه. فانا عايز اقول بس التوعيه مطلوبه. يعني كل ده مطلوب، ان احنا نوعي الناس ونعرفهم ان احنا لازم الواحد يكون في تسامح ما بينه وبين الناس الطرف الثاني. مش معنى كده ان انا هسيب حقوقي، لا، الحقوق موجوده وعند ربنا، وفي حقوق في الدنيا بتتاخد، وفي حقوق بنمشي بطرق شرعيه عشان نجيب حقوقنا. ولكن انا بتسامح مع الشخص عشان انا بتعامل في الاخر مع ربنا، ما بتعاملش مع الشخص نفسه. نقدر نقول التسامح عن بعض الحق. يعني التسامح عن بعض الحق فضيله عظيمه جدا وشيمه عظيمه جدا، لكن التسامح عن كل حق ده سمو في الانسان. بص، في النقطه دي شويه هنقول التسامح عن بعض الحقوق الدنيويه، ولكن مش هتروح. يعني انا ممكن اتسامح عن حقي في الدنيا معاك، صحيح. ولكن في حق ليك انت مش صحيح. مقر ومش معترف ان انا صاحب حق وذو حق عندك وعايز تديهولي، مفيش مشكله. ولكن الحق ده موجود، هو ما بيسكتش. الناس بتعتقد ان هو بيسكت، لا بالعكس. وزي ما انت قلت، هي من شيم الكبار، ولكن بتحتاج تدريب كتير قوي عشان واحد يوصل ان هو يكون متسامح مع نفسه. لان معناه ان هو بيقدر ذاته، معناه ان هو مؤمن بقدراته، معناه ان انا مش ضعيف، معناها ان انا بثق في ربنا ورحمه ربنا، وان قوه ربنا هو اللي هيجيب لي حقوقي. فهو الموضوع شويه حلقات كده متصله مع بعضها، عشان في الاخر توصل ان انت يبقى عندك قدر من التسامح وعزه النفس والثقه في نفسك وقدرتك بذاتك، عشان تعرف تسامح الطرف الاخر. طب ازاي يشعر المتسامح بانه مش ضعيف؟ وازاي برضه ده شعور، وازاي تصل رسالته لباقي الافراد المحيطين انه التسامح مش ضعف؟ بص، زي ما قلنا احنا يعني لما بننزل في الحياة وبنعيش في المجتمع وبنصطدم بالمشاكل والخلافات والتحديات اكثر بالظبط، والاجواء اللي مش احسن حاجه، وتنشن الحياه والتحديات الصعبه اللي احنا بنعيشها، اصبحت اخلاقنا شويه ما بقتش احسن حاجه. صحيح. فلما بنوعي ونعرف ونقول للناس، هنا اصبحت الناس بقى عندها قدر كافي من الوعي. بيبقوا عارفين ان انا محتاج ان انا اشوف نفسي، اكنترول نفسي، اكنترول اعصابي، اكنترول الرياكشن بتاعي. ازاي الواحد يوصل ان هو يبقى اكشن مش رياكشن، انا ابقى فعل مش رد فعل. بالظبط. لان كتير من الناس بتوصل ان انت تبقى رد فعل، فبالتالي التسامح مبقاش موجود. لا، انا عايز انا اتحكم، انا اكون في منظور او في ليفل اعلى من الناس، اشوف الدنيا من فوق. صدقني فعلا احنا يعني مع سن الخبرات اللي احنا بنعيشها والتجارب والعيشه، بتلاقي ان المنطقه الرماديه في حياتنا اتسعت شويه. الحياه ما بقتش صح وغلط، الحياه مش اون واوف، الحياه بقت فيها متسع شويه، المنطقه الرماديه في النص اللي لما بنتعلمها الواحد بيعرف يتعامل مع الناس، الواحد بيعرف يتعامل مع العلاقات. لان انت لما ما تتسامحش بتخسر كتير من العلاقات. فهي كلها زي ما قلنا هي حلقه متصله ببعضها. مهمه جدا ان انت تعرف تسامح عشان ما تفقدش الريليشنز او العلاقات بتاعتك. لان انت لو تنشنت وتعصبت وبقى عندك روح الانتقام وروح الصقر من الطرف الثاني، هفقد ايه؟
علاقات مع الطرف ده. صحيح. ولكن انا دايما بقول ان احنا ده جزء اجتماعي، ده جزء اجتماعي. صحيح، جزء عشان مجتمعي أروح كبير على الجزء النفسي وتاثيره على على الانسان نفسه الانسان وصحه بالظبط. الانسان نفسه. صح. اتفضل. وكمان يعني لما انا بفقد جزء من العلاقات دي انا كمان بتضر، يعني انا نفسيا مش هبقى احسن حاجه. صحيح. فبالتالي انا هبقى سلبيا فقدت مش السلام ايجابي. النفسي. بالظبط، السلام النفسي اه هفقده، اه هبقى تنشن، هبقى اه متوتر، هاجي اتعامل مع حد طرف ثالث بقى خالص بعيد ممكن افقده تاني كمان. صحيح. يعني اذا هنا بقت كلها خسائر. فاحنا عايزين نحول كل الخسائر والحالات السلبيه دي كلها لنتائج ايجابيه، وتبقى حاله مزاجيه ومود مزاجي كويس يعرف يخليني كمان اكسب الناس. وكمان الرد فعل الشخص اللي انت بتتسامح معاه مم. هو هيستغرب، يقول هو انا عملت له اسأت ليه كان رد فعله كمان ايجابي. فممكن هو لما يعيد يتحول. التفكير مع ما هي نفسه الدفع. ادفع هيتحول. بالتي هي احسن، بالظبط. فإذا الذي بينك وبينه عداوة وصلنا في كأنه الاخر ولي ولي حميم. حميم. بالظبط، آه، وصلنا عظمة للمردود الآية. العكسي. بالظبط. وده اللي يعرف قيمة الآية دي وعظمتها بجد والله لن يتركها أبدا، ولازم يتعامل بيها على طول. صحيح. ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طب التسامح ومجالات الإنسان مختلفة، البيت والتسامح، بيته التسامح في العمل، التسامح في الشارع، التنوع في أنواع وأنت راكب العربية، كل أنواع التسامح أنت بتمارسها من أول وأنت بيتك صحيح. لحد ما تروح عملك. صحيح. طول مدى اليوم. تأثير على المحيط بتاعك في بيتك، تأثير عليك، تأثير في الشارع وتأثير في عملك. صحيح. يكفي ان احنا قلنا ان احنا لو ما تسامحناش هنبقى في مشاحنات، في مضايقات، الواحد نفسيا تنشن، متضايق، متعصب، الحاله المزاجيه والمود النفسي للواحد هتبقى مش احسن حاجه. هتبقى متوتر، مش هعرف اتعامل مع الناس، مش هعرف اتعامل باريحيه، هتضر. هتلاقي نفسك على مجال العمل بتفقد من كتير من الناس اللي حواليك، هتلاقي نفسك بتفقد ترقياتك، بتفقد علاقاتك مع مديرينك، بتفقد حاجات كتير انت كنت بتمتلكها. والعكس تماما لما تحسن وتسامح وتعفو وتحسن وتتكلم كويس مع الناس، ولو ليك حق تتغاضى لان الحق هيجيلك، صحيح. سواء كان اجلا او عاجلا هيجيلك الحق. فكل ده صفات ايجابيه، ولكن بنحتاج التدريب بقى عشان نوصل لده. لازم الواحد يقوي علاقاته مع ربنا، لان هو حلو ربنا جدا. اللي هيجيب لي حقي. لو انا سبت حقي مين اللي هيجيبه لي؟ ربنا. يبقى انا مش ضعيف، ولكن انا بثق في وعندي ايمان في قدرات ربنا ان الحق هيجي لي عن طريق ربنا، سواء دلوقتي او بعدين. وفعلا الحق بيجي. ده رقم واحد. رقم اتنين، التنفيذ او الريليز مهم جدا. مهم جدا ان انا ابقى عارف ان انا فعلا انا ابقى متضايق وزعلان لان حصل موقف من حد تجاهي، فانا فعلا متضايق وزعلان. ولكن التعبير هو اللي احنا بنقول لازم واحد يعمل كنترول على نفسه في التعبير. وتسامح وكل حاجه، بس انا مع نفسي لا، انا زعلان منك يا استاذ صلاح عشان حضرتك عملت تجاهي موقف ده، ولكن انا مش زعلان منك انت كشخص، لا انا زعلان من السلوك بتاعك هو اللي ما كانش احسن حاجه معايا، فانا اتضايقت شويه من الموقف ده. فانت لما هترجع وتسيب هتقول يا ده عماد اتكلم معايا بطريقه كويسه. صحيح. فترجع تاني وتروح له وتلاقي نفسك بتراضيه وبتعتذر له. طيب فكره انا هتاخدني فكره تدريب على التسامح. واحد مش متعود انه يتسامح، هل هناك قدرة على انه يدرب نفسه ويهيئها ان تكون نفس متسامحة؟ بالتاكيد. يعني احنا اول نقطتين كده قلناهم، اللي هو لازم الواحد يقوي علاقاته مع ربنا. ده مهم جدا. احنا شويه نقط كده لو مشينا عليها هيوصل الواحد ان هو هيعرف يعفو ويسامح ويصفح الغير. صحيح. ان الواحد يقوي علاقته مع ربنا، لان هو ربنا هو الطرف الاهم، والطرف هنا في العلاقه دي هو الطرف الاهم والطرف اللي هيجيب لي حقي. صحيح. رقم اتنين قلنا الريليز او التنفيذ، ان انا الواحد يطلع اللي جواه، ده شيء طبيعي جدا. رقم ثلاثه الواحد يؤمن بان انا اكيد كان في خطا مني، يعني مش عايز ارمي الخطا او الخطا او اللوم على الطرف الثاني 100%. يعني اكيد انا عملت حاجه او فتحت الليميت للاستاذ صلاح عشان مثلا يوصل ان هو يهزر معايا هزار ما عجبنيش، او حاجه انا عملتها، يعني في خطا مني حتى لو خطا بسيط. صحيح. مش هيكون الخطا تماما 100% على الطرف الثاني. فالواحد هنا بيدي رساله لنفسه ان انا لازم اتعلم، وفي حاجه انا اخطات فيها حتى ولو حاجه بسيطه 5-10%، فبالتالي اتعلمها عشان اتلاشاها المره اللي جايه، حتى لو مثلا مع زميل في العمل، زميل في الجار في البيت وهكذا. يعني الواحد يعطي حدود او ليميتس، لانها دي بتقوي العلاقات وبتحافظ على استمراريتها، اللي هي الحدود او البوردر او الليميتس. طيب اليوم العالمي هو اليوم العالمي للتسامح، مش مرتبط ببلد معينه، هو تسامح بقيم وقواعده موجود في كل ارض الله، كل البلدان. صحيح. فازاي يكون قيمه عظيمه جدا انه مثلا احنا بمصر بلد سياحي وبيجيها عدد سياح، ازاي يستشعر القادمون لبلد زي مصر محروسه ان البلد دي فيها قيمه تسامح عاليه جدا؟ فازاي تفعيل هذه القيمه العالميه وما اكثر القضايا الموجوده في العالم كله
بشكل كبير جدا محتاجه مننا، محتاجه العالم كله يتسامح. صحيح. من القيم من القيم السامية جدا هي التسامح، فبالتالي هي أصعب شيء، لأن أنت بتعفو وتصفح وتسيب حقك للطرف الثاني، فهي من أصعب. عشان كده بقول دايما الناس اللي عندهم همة عالية، علو في الهمم ايوه. والقيم السامية، هم اللي بيقدروا بس يوصلوا للتسامح والصفح والعفو. فمش اي حد بيوصل لدي. بس احنا عندنا لو بنتكلم على حتى دول عربيه، عندنا رسولنا هو قدوتنا، صحيح. وهو اكتر حد صلى كان الله عليه قدوه لنا وسلم. في التسامح صلى الله عليه يعني. وسلم. وشفنا مواقف كتير حصلت تجاهه وازاي يا كان سلام على العظمه في فتح مكه. بالظبط. ومواقف ما, كتير ما قوي تظن كمان. اني فاعل بكم؟ قال اخ كريم وابن اخ كريم، قال فاذهبوا فانتم منطلقاء. قمه التسامح وقمه العفو. صحيح. المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن لا يغفر لا يغفر له كمان. صحيح. فاذا هنا بكل الاديان، بكل اللغات، بكل السيم، احنا لازم نوصل ان احنا نصفح ونعفو ونسامح، عشان كمان ليها مردود ايجابي. يعني انا لما هصفح وهعفو، انا نفسي هبقى حالتي الايجابيه عامله ازاي؟ كويسه. هبقى حالتي النفسيه عامله ازاي؟ هتبقى حالتي ايجابيه. صحيح. المود بتاعي والحاله المزاجيه بتاعتي هيبقى كويس، مش هيبوظ، مش هيتعكر، مش صحيح. هتضايق، مش هتعصب، مش هتنشن، فحالتي هتبقى كويسه. نبص بقى كمان على مردودها على المجتمع، لان احنا بنقول يوم التسامح العالمي. فبالتالي لما كل واحد في المنظومه او كل واحد في الفرد يبقى حالته المزاجيه وحالته النفسيه كويسه وحالته ايجابيه، هتلاقي الدنيا بتمشي. بالظبط، هتلاقي الدنيا بتمشي كويسه. المعاملات والتعاملات مع الناس بتمشي بشكل ايجابي، بشكل كويس. الواحد بيصفح ويعفو، لان اللي عندي النهارده هيبقى عندك بكره. قد ايه يا كابتن عماد انه الكثير من ازماتنا تنتهي مع وجود التسامح. صحيح. يعني كثير من الازمات تنتهي من الكون كله. صحيح. وجود التسامح بشكل والتقدير الغير مطلوب جدا. يعني الواحد فعلا لازم يسامح ويصفو ويعفو عن الناس، ويكون مقدر نفسه ومقدر ذاته، من خلال ان انا مش ضعيف زي ما احنا قلنا في الاول. ده بالعكس، ده موطن قوه ومكان قوه. دي قوه لنفسي وقوه لذاتي وقوه لعزه نفسي. عشان كده انا عندي المقدره ان انا اكون فعل مش رد فعل، وبصفح عنك وبسامحك كمان، لان انت حقك لو ما اديتهوليش هيرجع لي، سواء كان صحيح. دلوقتي او قدام. طيب قيمة التسامح قيمة خلقية عظيمة وقيمة دينية عظيمة جدا. نبدأ بها من أول، يعني نبدأ نربي ولادنا من الصغر على هذه القيمة الخلقية، ومنها قيمة التسامح. يعني في مدارسنا ازاي نتعامل مع مدارسنا عشان نبني نشء نفسيا بناء حقيقيا فيه قيمة التسامح موجودة وبقوة. صحيح. فيعمل نقلة نوعية مع أولادنا. صحيح. وجود المواد التعليمية مهمة جدا. والدين الحقيقة، الدين الإسلامي سواء كان الدين المسيحي، كل الأديان فيها جزء كبير جدا وبيحثنا على التسامح والصفح والعفو. فبالتالي أنت لما بتنشئ الأطفال من صغرهم على القيم دي، وأهم من ده التربية في البيت، إن أنت تتعامل معاهم بنفس المبدأ. يعني ما يبقاش إحنا بس بنعلمهم في المدارس وأنا في البيت بقف لهم على الوحدة. عايز أقول لك إن أنا بشوف إن التسامح ده أحد الفنون. ليه أحد الفنون؟ لأنها موجودة عند حد وحد لأ. صحيح. فإحنا بنكتسبها، بنتمرسها، بنعرفها، الوعي اللي احنا عدوى. بنعمله كمان عدوى جميلة. بالظبط. الاورنس اللي احنا بنعمله حلقه زي دي، انتوا برضه كده كبرنامج بتكونوا على التراك. يعني انتوا بتشوفوا النهارده اليوم العالمي ايه في الاجنده الدوليه للعادات وللعادات المجتمعيه اللي بتؤثر على صحتنا كفرد ومجتمع. النشء والتربيه مهمه جدا. صحيح. والاهم من ده زي ما قلنا التعامل معاهم، ما نقفلهمش على الواحده عشان ما نخسرهمش، عشان لما اعرف اتدخل معاهم اتدخل بشكل صحيح. ودي احد عوامل التربيه الايجابيه الصحيحه. صحيح. ان احنا ازاي نعرف نتعامل معاهم. فمن عفا واصلح فاجره على الله. يعني دايما ابدا نعظم قيمه التسامح، هذه القيمه والفضيله العظيمه جدا التي لو انتشرت في اي مجتمع لساد المجتمع الهدوء والطمانينه والراحه. كابتن عماد غنيم، لايف كوتش استشاري الصحه النفسيه والعلاقات، نورتني وسعدتني اليوم اللي كنت مبسوط معاك. يوم جميل ان شاء الله على كل المشاهدين ان شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا. كده كام دي وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من